السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في واحد القصه جديده. هذه قصه ديال النصب. شوف واحد جوج الناس كيفاش نصبوا على واحد العشاب، وهذه قصه واقعيه، واي واحد غادي نصبوا عليه بهذه الطريقه هذه باش نصبوا على هذا العشاب هذا، لان النصب فيه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الخطط. شو الخطه اللي داروا هاد الناس هادو باش ينصبوا على هذا السيد هذا؟ واحد الطريقه فنيه. بغيتو تعرفوا هاد القصه هذه، تبعوا من حتى الاخر. هذا واحد العشاب كيجي عنده واحد السيد بواحد الكات كات الماتريكو ديال الخارج. السيد نقي بحوايج نقيين وكا كيدير. كيجي عند داك العشاب كيتقدا عنده شويه د العشوب وشويه د الفخور كل مره يتقدا 100 درهم، مره يتقدا 200 درهم، مره يتقدا 300 درهم. كل مره كيجي عنده شويه ولفوا داك العشاب ديما كيشوفو كيفرح حيت كيتقدا عنده بزاف. شويه يجي يتقدا 1000 درهم، شويه يجي يتقدا 500 درهم. كل مره كيجي عنده. واحد النهار تقدا عنده 1000 درهم، النهار الاخر جا تقدا عنده 2000 درهم. بقى كيهضر معاه، قال له لما كتدي هاد العشوب هادو وهاد الفخور، قال لي ودي انا خدام عند واحد النصراني، هو ومرتو نصرانيه، هادي الطوموبيل ديالهم كيبغيو هادشي ديال العشوب وهادشي ديال الفخور. قال لي صافي مزيان، وقت ما خصك شي حاجه مرحبا. مشى رجع عنده مره اخرى تقدا واحد 1000 درهم عاوتاني ديال العشوب. ريح مع داك اللي كيتقدا، قال للعشاب، قال له راه قال لي داك النصراني اللي خدام معاه وديك النصرانيه دبرنا على شي قرض يكون صفر زعر ولا يكون بني، اللون ديالو ماشي مشكل، وتكون عنده واحد النقطه كحله هنا في الصدر ديالو. الا دبرتي عليه راه غادي يشريوه بالثمن. قالوا لاش بغاو؟ قالوا الله اعلم لاش بغاو، ولكن الا دبرتي عليه راه يشريوه حتى ل 5 مليون حتى 6 مليون. داك العشاب بقى كيتعجب مني غيجيب القرض. قال لي المهم الا لقيتيه تشد 5 مليون كاش، صوني عليا نجي ندي القرض ونعطيك 5 مليون ديريكت. انت غترزق تاكل طرف ديال الخبز وانا ناكل طرف ديال الخبز كذلك. خلاها واحله فيه. صافي مشى تقدا السلعه ديالو زاد فحالو. ايوا بقى السيد في المحل ديالو، دازت شي ايامات نسى داك العشاب داك الشيء، ما بقاش في البال ديالو. جا واحد مول القرض في الشارع كيترزق به، كيضحك به الناس وكيتصور معاهم، وهذا كيترزق به 5 دراهم 5 دراهم تصويره 5 دراهم. جا وصل المحل ديال العشاب، داز قدام المحل وشافو داك العشاب وتفكر داك الشيء اللي قال له هذاك السيد. شاف هذاك السيد كيضحك مع القرض ديالو وكيتصوروا معاه الناس وكيترزق به. مشى لعندو لقى عنده القرض زعر، ولقى هنا نقطه كحله. قال لي لا زكا جاب الله داك القرض اللي قال لي هذاك السيد. مشى لعندو هضر معاه، قال له الله يرحم والديك واش يمكن تبيع لي هذا القرض هذا؟ لا قال له ما يمكنش، والقرض عاش معايا 10 سنين كنترزق به، هذه هي الخدمه ديالي، هذا راه عشيري ما نقدرش نبيعو. لا قال له غتبيعو ليا. لا قال له اسمح لي انا ما نقدرش نبيعو، راه كنترزق به، ما غاديش نبيعو لك. بقى لاصق فيه. انت غتبيعو لي نعطيك الثمن. قال لي شحال غتعطيني؟ قال لي نعطيك مليون. لا قال هذا القرض نبيعو لك بمليون، هو معايا 10 سنين هادي. بقى كيتناقش معاه، ضرب ليا نضرب لك، نقص ليا زيد ليا شويه. قال له داك الثمن ما مسلكنيش شويه، عطاه 2 مليون. قالوا لا ما نبيعوش لك، هذا راه صاحبي يا صاحبي، راه 10 سنين معايا، راه كنترزق به الطرف ديال الخبز. شويه قالوا نعطيك 3 مليون اخر الثمن. مالو ما بغاش يزيدوا، قالوا لا بغيتي ما بغيتيش الله يعاونك. قال زعما دار بحساب راه يشد 2 مليون ديال الرباح. شويه باعوا ليه، قال له سير الله سيدي نضرب على شي قرض عاوتاني اخر، وما راه هذا راه المهنه ديالي، راه القرض قديم معايا، لا ورثو من زمان. مشى مع المحل قال لي تسناني هنا نجي من الدار. مشى طلع للعشاب للدار، جاب 3 مليون عطاها للسيد، حط له القرض في المحل وزاد في حالو. السيد جبد التليفون كيصوني على السيد، لقى النمره طافيه، مول القرض فوت مع القنت. مشى
السيد كيصوني المرا طافيه، يصوني المرا طافيه. ارنا داك السيد هو صاحب مول القرض، تفاهموا بجوج، قالوا له راه ندير له الخطه، هاد الخطه هادي باش نصيدوه. تفاهموا، قال انا نمشي نقول ليه راه خصني القرض، راه غادي نشري من عندك في الثمن، غتربشي ليا مثلا ينسى داك الشيء ودوز قدامه بالقرض اللي بغا وغادي يشري من عندك. شو الخطه اللي داروا؟ وشرا القرض وبقى له القرض في المحل تما واحد، ما لقى من يبيعو، ما عرف اش يدير به، ومشى 3 مليون هباء منثورا، ما دار بها حتى حاجه. والسيد غبر الشقف ديالو اللي وصاه. شو الطريقه باش نصبوا عليها المعلم؟ شو الفكره اللي فكروا وخططوا ليها باش يديروها؟ اذا حذاري، راه الطماع كيقضي عليه الكذاب. ديما بنادم يرد البال اش كيدير. بحال هاديك عيط للمول السيد، خصو يعيط لمول القرض اللي وصاه تيجاوبو، ولكن الزربه قال همزه هادي. الطماع كيغلب عليه الكذاب، قال همزه هادي. يعيط لمول القرض يقول له اجي راه لقيت لك القرض، جيب الفلوس معاك. ديك الساعه يتباع وشرا معاه، ولكن كتب لي داك الرزق يمشي هكاك بطريقه ديال النصب. وكنتمنى تعجبكم هاد القصه هادي، ولا عجباتو يبارطاجيها، واللي عنده شي قصه بغا يدوزها في الصفحه يصيفط ليا. تحياتي.